اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن موضوع مهم جدا وهو الداتا فلتريشن او تصفيه البيانات. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجه عكس كده. طيب، احنا في الفيديو اللي فات قلنا هاجنور اي داتا انا مش محتاجها فور شور، سواء في الداتا اناليسيس بتاعتي او فيجواليزيشن على الريبورت ليفل، فاعمل لها فلتريشن بدري بدري كده عن طريق الباور كويري. طبعا كبست براكتس ممكن حتى كمان قبل الباور كويري، يعني الداتا سورس بتاعي نفسه الاساسي لو مثلا سيكوال داتا سورس، او مثلا حاجه زي فيو او حاجه مبني على سيكوال او اي داتا سورس ثانيه، فبعمل فلتريشن من هناك اصلا كمان قبل الباور كويري نفسه. طيب، في الفيديو هنتكلم عن العكس. دلوقتي هنا عندي الداتا دي بتاعت 2015، زي ما قلنا طبعا اول حاجه لازم اسميها كده اسم سهل وبسيط ومعبر عنها، فاكتب مثلا 2015 او 2015 سيلز. وانا عايز بقى داتا تانية في الداتا اناليسيس بتاعتي او الديب اناليسيس، محتاج داتا بتاعت مثلا على سبيل المثال 2016 و2017. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ده ازاي؟ هعمل هنا كلوز اند ابلاي كده، واقفل الداتا سورس بتاعي، اعمل له لودنج يعني للباور بي اي اهو. وبعد كده اعمل جيت داتا تاني، هي مثلا تكست سي اس في، واجيب مثلا 2016 اهو، واقول له ترانسفورم داتا، واسميها برضو 2016 سيلز اهو. تمام. ممكن بقى اعمل ايه بقى؟ ما اروحش الباور بي اي نفسه تاني او على الريبورت ليفل، يعني عندي هنا نيو سورس اهو جوه باور كويري نفسه على طول، اقول له تكست سي اس في، ويطلع الداتا بتاعت 2017. تمام. واقول له 2017 سيلز اهي. تمام، بقت عندي كده الثلاث سنين. طيب انا دلوقتي عايز اعمل لهم كومباينيشن او ابندنج في وان داتا سورس عشان اعرف اعمل بقى اناليسيز عليهم براحتي. طيب، عندي هنا كده اهو في الهوم تاب في حاجه اسمها كومباين. عندي حاجه اسمها كومباين، فيها طبعا ميرج كويريز وابند كويريز. هنتكلم ان شاء الله بعدين على الميرج كويريز. اللي يهمنا دلوقتي موضوع الابندنج كويريز. ابندنج كويريز يعني ايه؟ يعني من الاخر بيحط الداتا فوق بعض. تمام، بيكومباين them horizontally. فمثلا عندي اول داتا سورس 10 روز، واللي بعدها 10 روز، 10 روز هيبقى 30 روز مع بعض. طيب، لازم هنا بقى حاجه مهمه جدا تبقى طبعا عدد الكولومز واحد، كمان اسامي الكولومز واحده، وكمان طبعا الداتا تايب واحده. تمام، مش هيحصلش بس كده اي مشاكل او ان اكسبكتد ريزلت، مثلا يقعد بقى هو يخلي حبه كولومز نال ويعمل كولومز جديده، مش الداتا مظبوطه خالص. يعني لو ستوك ديت دي مثلا في واحد هنا اسمها ستوك ديت تاني ستوك اندرسكور ديت، او ديت تايب مختلف، هيبقى فيه هيعمل حبه نال هنا ويعمل كولومز جديد، فنال في الاولاني الروز بتاعت الاولاني ومش نال في التاني، وهكذا والعكس يعني. تمام، فلازم اتاكد بس ان الحاجات كلها مظبوطه، سواء ستراكشر وايز او داتا فورمات وايز. طيب، حاجه عند ابند كويريز هنا عندي تو اوبشنز برضو. هيقول لي ابند كويريز او ابند كويريز از نيو. ابند كويريز يعني ايه؟ هنا بس نرجع كده الاول على 2015. تمام، ابند كويريز دي على طول هيحصل ايه؟ هو خلاص بقى هيجيب الداتا سورس انا هختارها، سواء 16 لوحدها او 17 لوحدها او الاثنين مع بعض، وهيضيفها على طول على ده. تمام، فهتبقى كده 2015 سيلز اكشلي او فعليا يعني، مش 2015 سيلز، هتبقى فيها اكتر من سنه. طيب، يفضل اعمل ايه؟ اعمل ابند كويريز از نيو. ابند كويريز از نيو عشان كمان ليتر اون لو في اي مشاكل في الداتا سورس اعرف احلها، ويسمع طبعا على طول في الداتا سورس المجمع او الكومبايند، فيقول لي ابند كويريز از نيو. تمام. طيب، اول اوبشن بيطلع لي لو جاست تو تيبلز، فلو هما جاست تو تيبلز هقول له مثلا 2015 سيلز وبعدها 2016 سيلز، تمام، او 2016 سيلز. اقول له لا، 3 اور مور تيبلز. فاهو عندي تيبلز تو ابند اهو، اقول له والله هات لي 16 وهات لي كمان 17، واقول له هنا ايه؟ اوكي. بقى عندي داتا سورس جديد اسمه ايه؟ ابند 1. هسميه طبعا هنا اسم معبر، هكتب مثلا combined sales، او على طول حتى sales data. عندي بس ستيب واحده فيه اللي هي سورس طبعا، اللي هو مبني على الحاجات التانيين دول. طب اقول له هنا كلوز اند ابلاي كده. بص هيعمل كده لودنج لفور داتا سورسز. طيب، انا عندي في الداتا فيو هنا كده في فور داتا سورسز. طب هل فعلا انا محتاج الحاجات دي؟ لا، مش محتاجهم، انا محتاج ده بس.
طيب ارجع كده على الترانسفورم داتا برضو از بيست براكتس. هقول له ايه؟ انت عملت كل التشينجز وكل حاجه، جبت الداتا، ولو مثلا عملت ترانسفورميشنز معينه عليها، كليننج، عملت كولومز جديده، وات ايفر اللي عملته كله خلاص، بس انا فعلا مش محتاجه بعد الباور كويري ليفل. فاعمل ايه؟ هقول له هنا رايت كليك على ده، هقول له ايه؟ مش ديليت طبعا ولا حاجه، هقول له عند الانيبل لود ده هقول له دي سيلكت اهو، كونتينيو. بصوا هياخد كده شكله كده خط ايطاليك او مايل شويه. هقول له برده ده انيبل لود، ما تعملش لود على الريبورت ليفل يعني. و 2017 برضو اهو انيبل لود اهو. تمام. حاجه بعمل كده كلوز اند ابلاي. بصوا بقى عندي بس الداتا سورس بتاعي اللي هنا. تمام كده. فاهو لو جيت على الداتا سورس اهو مجمع فيه كل السنين طبعا وكل حاجه. لو جيت مثلا هنا قلت له والله عايز مثلا الحاجات اللي هي في 2017 مثلا. تمام. اهو هيطلع لي 2017. او حتى طبعا كان ممكن اعمل تشيك برضو على طول على مستوى الريبورت ليفل. يعني مثلا ممكن اعمل كده ايه؟ هلاقي هنا عندي طبعا في الاوردر ديت على سبيل المثال في هيراركي بتحصل بشكل اوتوماتيك، هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله. هقول له الير هنا اهي تطلع لي. تمام. شايفين 2015 16 17.